بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالى اقول لكم ليه صفقة مرموش كانت صفقة عالمية. لو مش عارف ان انتقال عمر مرموش الى مانشستر سيتي ده حدث تاريخي فعلا، فتعالى اوضح لك الكلام ده. يوم 17 يناير اللي فات مانشستر سيتي جدد عقد الهداف ايرلينج هالاند لمدة 9 سنين ونصف، وأصبح بياخد أعلى راتب في الدوري الإنجليزي براتب 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. صحيفة مانشستر سيتي حطوا صورة هالاند كغلاف لصورة الغلاف، نجم الفريق وهداف الفريق، ولازم يكون هو الوجه للفريق. تخيل انت بقى بعدها ب6 أيام بس مانشستر سيتي يتعاقد مع عمر مرموش ويشيلوا صورة هالاند نجم الفريق من الغلاف عشان صورة مرموش تتحط يبقى هو الوجه، مع ان سيتي قبلها بيومين جابوا صفقتين زي عبد القادر خنساف وفيتور رايت، بس ما خدوش اي هايب لان الصخب الحقيقي اللي كانوا عارفين انه هيعمل قلق بعد الصفقتين دول هي صفقة عمر مرموش. تعالى ان هنا بقى تيجي قيمة عمر مرموش في حاجتين مهمتين. الاول انه عارف يسوق لنفسه بشكل ممتاز، عارف ينتقل لفريق كبير وهو نجم مش مجرد لاعب عادي. انا نجم صاحب اعلى مساهمات تهديفية في البوندسليجا، انا النجم اللي سيتي فضل ورايا وفضل يعلي في السير عشان يعلن نادي فرانكفورت الالماني وياخدني منهم. انا النجم اللي بقيت اغلى لاعب عربي في التاريخ وعملت ضجة في السوبر الاوروبي. تانية بقى ان مرموش نفسه المصري، والمصريين بيحبوا الكرة زي ما تحبهم، بيتفاعلوا عليها بشكل مرعب، لدرجة ان صفحة السيتي فضلت يومين كاملين عملوا فيهم 29 بوست عن مرموش لوحده. حرفيا كان فرح العمدة. انتقال مرموش للسيتي هو اكبر حدث تاريخي عربي